بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور عياد عبد الحفيظ من مدينة عنابة من بلدكم العربي الشقيق الجزائر. اليوم 3 ديسمبر 2022. خدعونا وما زالوا يخدعونا وما زلنا سنخدع. هذه الكلمة نوجهها إلى جميع الناس ليتمعنوا فيها كيف خدعونا. شوفوا إخواني الكرام، أنا في فيديو فارط قلت بأنه احنا البرمجة العقلية، الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، إن لم أكن أحفظ جميع الكلمات بدقة، في معنى الحديث: يولد المرء على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني برمجة الطفل كيف سيكون مستقبلا، سيكون هذا مهمة من؟ الأسرة، اللي هو الأب والأم. وهذه البرمجة تكون في الصغر، على الأقل قبل 7 سنوات. وكنت ذكرت في فيديو فارط أنه هذه البرمجة عبارة عن ملفات تخزن في العقل الباطن تاع الإنسان، تخزن سواء كانت ملفات سيئة أو ملفات حسنة. بعد ذلك في مرحلة معينة من العمر، قادرة تكون مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب، تبدأ هذه الملفات تعطي أكلها، بمعنى تعطي النتائج تاع هذه الملفات. إذا كانت ملفات سيئة مليئة بالصدمات النفسية والملفات السلبية وإلى غير ذلك، هذا الشخص سيكون له مستقبل مليء بالاضطرابات النفسية. إذا كان هذا الشخص كانت ملفاته إيجابية، سيكون له مستقبل رائع في المستقبل. إذن هذه البرمجة معتمدة على ماذا؟ على ملفات تلقاها الطفل في مرحلة الطفولة. إذن كيف تكون هذه الملفات؟ كاين اللي يتلقاها يعني بمعنى أنه وتعتمد على مشاهدة أو سماع أشياء وأمور يعني في عدة مرات. وكنت قلت في هذا الفيديو، تحب يرجعوا له، أنه للقضاء على هذه الملفات يجب إعادة البرمجة. وهذه إعادة البرمجة تحتاج إلى التكرار المستمر. أوكي، هنا نعطيكم ملاحظة ومن بعد ندخل كيف خدعونا. هنا شوفوا في البرمجة، لماذا في الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أوكي، اتبع السيئة الحسنة. لماذا؟ لأن السيئة إذا تكررت ماذا تصبح ملف. وإذا أصبح ملف سيخزن في الذاكرة، وإذا خزن في الذاكرة سيصبح سلوكا، وهنا الإنسان يولي سيء. أوكي، ولكن شوف سبحان الله، الحكمة إلهية رائعة. يعني مهما وش وصفت هذا الدين، والله لا أستطيع أن أوفيه حقه. شكون يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم علم النفس، أصول علم النفس؟ سبحان الله، الخالق سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى. شوف، اتبع السيئة الحسنة، بما أنه هذه السيئة عبارة عن ملف، يعني مازالت ماشي ملف، عبارة عن سلوك إذا كررته، قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم اتبعها بسيئة حسنة. اتبع السيئة الحسنة. لماذا؟ يكون هناك مقص فاصل، حاجز بين السيئة والسيئة، فلا يكون هناك تكرار. وإذا لم يكن هناك تكرار لن يكون هناك ملف، وإذا لم يكن هناك ملف لن يكون هناك سلوك سيء. شتي الحكمة؟ سبحان الله. يعني السيئة إذا تكررت أصبحت سلوكا سيئا، وإذا قصت إذا
الإنسان أتبعها بحسنة، هنا لن يكون هناك التكرار، وإذا لم يكن هناك التكرار لن يكون هناك سلوك سيء وينجو الإنسان. هذه أعطيتها لكم كملاحظة، حطها ليكم يعني معلومة. نروح الآن كيف خدعونا بالتكرار، خدعونا بهذا، ملأوا عقولنا وعقولنا الباطنية، عقولنا بالأفكار مغلوطة، أوكي، في جميع المجالات. وين نتلقاوها الأفكار والمعلومات؟ نتلقاوها على هذه الشاشة اللي أنتم الآن تسمعونني فيها. هذه الشاشة تاع الهاتف فيها وسائط التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، انستغرام، إلى غير ذلك من الوسائط. وهذه الوسائط مليئة بالمعلومات، مليئة بالفيديوهات. توك توك هذاك خلى الدنيا تيك توك، يعني مليئة بالمعلومات. فمعلومات في الدين، معلومات في الطب، معلومات في يعني في كل شيء. هذه المعلومات إذا الإنسان يوميا على شاشة هذا الهاتف ويتلقى هذه المعلومة، وكل معلومة تتكرر تصبح ملف، وإذا أصبحت ملف تصبح معتقد، وإذا أصبحت معتقد تولي تدافع عليها، أنت تدافع عليها بقوة، وممكن تحارب الناس على جل المعتقد تاعك، وأنت تعتقد أنه معتقدك الخاص وتعتقد بأنك على حق. شتي علاه احنا الآن في فرقة، شتي علاه هنا في اختلاف عظيم، لأن المعلومات هذه قاعد تزرع في عقولنا ونحن لا نعلم. أوكي، الآن شوف، المعلومات تزرع في جميع الناس بجميع فئاتهم. ما تقول لي طبيب عام، ما تقول لي طبيب مختص، ما تقول لي بروفيسور في الطب، لأنه المعلومات المعتقدات راح نهزوها يوميا راح نحملوها من هذا الهاتف، تصبح معتقد. الآن به إنسان يجتهد في مجاله، يخرج لك واحد ملئ عقله الباطن بهذه الملفات، أصبحت ملفات أنه ما هو ملئ من المعلومات أنه احنا أمة لا تنتج، احنا أمة ضعيفة، احنا أمة ليس فيها علماء، احنا أمة لا تجتهد. إذا احنا أمة إذا اجتهد الإنسان فينا يعتبر منبوذا. من أنت لكي تجتهد؟ أما إذا اجتهد واحد من الغرب من علماء، سواء كان عالم أو غير عالم، وخرج بفكرة معينة، يصفقون له. حتى نحن هنا في العالم الثالث المتخلف نصفق له. لماذا؟ لأنهم ملأوا عقولنا بأن من وراء البحار عندهم عقول وتعتمد وأفكار تعتمد وتحترم. احنا هنا عندما نخرج الأفكار لا نجد من يتبناها، ونجد من يهاجمنا، ولا تجد من يشجعك. شفتوا الآن؟ هذه لماذا؟ برمجة العقلية، برمجة يومية من الوسائط. أصبح أمريكا قوة عظمى، أمريكا سلاح لا يقهر، أمريكا جيش لا يقهر. تولي خايف، تولي لا تؤمن بقدراتك. روحوا للطب، سبحان الله، الشحوم تعمل الكوليسترول، الشحوم مضرة بالصحة، الشحوم، يا سبحان الله. شكون يعطاك من المعتقد هذا؟ شكون؟ الأفكار والكلمات. عندك الشحم، وكأنه ربطوا الشحوم بالكوليسترول، الشحوم بالتريغليسيريد، الشحوم بالأمراض المزمنة وغير ذلك. حط لك الإشهارات على ماذا؟ على السكريات، على الإشهارات على الشوكولاتة، على الحلويات، على المشروبات الغازية. أما الأمور الصحية لا تنطق. الشعير وما أدراك ما الشعير. أتعلمون أن الشعير هو من أرقى، يعني من أحسن الحبوب حتى في القيمة الغذائية، أحسن من القمح. الآن مرتبط الشعير مرتبط اللي هو التلبينة قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرن. التلبينة دي رائعة جدا، اللي هو أساسها الشعير. الشعير الآن كنت تقول له أكل الشعير، يقول لك لست كبشا حتى آكل الشعير. شفتي شكون يزرع له في مخه الباطن أنه كبش حتى ليأكل؟ هو الكبش هو اللي يأكل الشعير. شكون يزرعها؟ زرعها المعلومات المتواترة في وسائط التواصل الاجتماعي. هذا هو اللي خلانا احنا مبرمجين. الشعير يأكلوا كبش، أنت كبش. لماذا؟ لأنك تتبعهم. احنا نعرف الكبش هو اللي يتبع صاحبه. احنا هذا الإنسان اللي يتبع المعلومات المغلوطة، اللي يتبع، ما يحبش يجتهد بدماغه، هذا هو الكبش اللي يتبع، ما عندوش اجتهاد. أما الكبش اللي يأكل الشعير لا، الشعير هو غذاء رائع،
فيه جميع المكونات ولا يتسع الى الكلام عليها الان، ولكن انا نحكي لكم على الكم الهائل من المعلومات. خدعونا وما زالوا يخدعون وسيخدعوننا وسنتبعهم ونبقى في الخداع نائمون. هذه كلمه نوجهها على البرمجه. احنا اولادنا الان، اطفالنا الان مبرمجين، اصبحت عندهم برمجه على كل شيء. برمجه على انه لا توجد عمل، برمجه على الكسل، لا توجد حياه، برمجه انه الوطن تاعنا هذا اللي هو لا يتسع، ليس فيه حياه، ليس فيه مستقبل. اذا اين المستقبل؟ المستقبل عند الهروب والهجره الغير شرعيه. شتي البرمجه، شتي ولا شبابنا قاعد يهاجر لانه البرمجه. رساله اذا كان هناك من يسمع، اذا كانت هناك عقول رشيده، اذا كانت هناك عقول حكيمه. الازمه الان في المجتمع تاعنا، الازمه الان هي ازمه برمجيات. احنا قاعدين يبرمجوا بنا، واحنا يبرمجوا فينا بارادتنا. ماذا اذا كنا ما زالت هذه الوسائط تتحكم وتنتشر في المجتمع وتبث سمومها، وليست هناك فلترة تصفية لهذه المعلومات، صدقوني لن يستطيع أحد أن يصلح المجتمع. لن يستطيع، لأنه هم قاعدين يبرمجوا فيها. احنا ما نقدرش نبرمج، كلهم يبرمجوا لأنه في يديهم الإعلام. وشفتوا البرمجة كيفاه كانت في كورونا، كيفاه كانوا البرمجة تاع المعلومات. كل يوميا ضخ معلومات كبيرة من الخوف، ضخ معلومات. الشعوب أصبحت مكبلة في الخوف، أصبحت حتى العقل يحبس. هذا كمثال فقط، وخلي أمثلة. الفساد الآن الموجود في المجتمع بتفهموا علم النفس صدقوني الحمد لله مارسته بإتقان، وعندي استنتاجات رائعة جدا. إذا كتب لي المكتوب إن شاء الله كما يقولوا نطرحها. علم النفس رائع، كيفية البرمجة أروع وأروع. حاب نفهمكم، أي إنسان يصلح مجتمع، يصلح نفسه، لازم يعيد إعادة برمجة العقل الباطن في شيء، بمعنى بملفات أخرى. والملف هذه تكون بالتكرار، والتكرار هذا يكون بالحواس، والحواس هذه تستقبل المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، من وسائل الإعلام بجميع أنواعها. وموضوع خطير يا جماعة، موضوع خطير جدا. أتمنى إن شاء الله هذه المعلومة توصلكم، وفي أيام القادمة راح نعطيكم توضيحات أكثر وأكثر. السلام عليكم.